يا كل اهالي مصر المحروسه افرحوا، احنا بقى عندنا 2 محترفين وربع. طبعا ده كلام المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن. امبارح في المؤتمر الصحفي الكابتن حسام حسن قال لنا ما تفرحوش قوي كده، احنا كل اللي عندنا 2 محترفين وربع. وطبعا يقصد هنا بال2 محترفين هم عمر مرموش المحترف في نادي مانشستر سيتي ومحمد صلاح المحترف في نادي ليفربول. ولكن الربع يا قلب اخوك المقصود بيه هنا اللاعب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، واللي لا يخفى على احد دلوقتي ان ما بينه وما بين حسام حسن مصانع الحداد، وان حسام حسن بيلعبه اصلا في المنتخب الماتشين اللي فاتوا دول خوفا من الهجوم الاعلامي. وزي ما احنا عارفين ان دور اساسي من ادوار المدير الفني انه يدعم لعيبته واللاعب اللي واقع يقدر يرجعه لمستواه تاني، لا الكابتن حسام حسن ما بيعملش كده. اللاعب اللي مستواه نازل شويه هو بيحط عليه عشان مستواه ينزل اكتر، وبيصف لاعب زي مصطفى محمد احترف في الدوري التركي في نادي جالاتا سراي والدوري الفرنسي في نادي نانت الفرنسي انه ربع محترف. طب تعالى كده نركن عمر مرموش ومحمد صلاح على جنبه ونرجع للكابتن حسام حسن ايام ما كان لاعب، لان من الواضح كده ان رحله الكابتن حسام حسن الاحترافيه مقويه قلبه حبتين. الى كل الاجيال الجديده اللي ما تعرفش ان الكابتن حسام حسن كان محترف قبل كده، فاحب اقول لك ان الكابتن حسام حسن كان محترف في نادي نيو شاتل ونادي باوك اليوناني، وقدر الكابتن حسام حسن خلال رحلته الاحترافيه باكملها يسجل 13 هدف، 7 منهم مع نادي نيو شاتل و6 منهم مع نادي باوك اليوناني. اما بقى عن مصطفى محمد، فمصطفى محمد وهو لسه في نص رحلته الاحترافيه مسجل حوالي 45 هدف ما بين نادي جالاتا سراي التركي ونادي نانت الفرنسي. ده بخلاف ان مصطفى محمد بقاله سنتين بيتعرض للاضطهاد من مدرب نانت الفرنسي اللي ما كانش بيشركه بصفه اساسيه. ده بخلاف كمان ان مصطفى محمد بيلعب بطوله مش جايب اخوه عشان يرفع له عرضيات بالمقاس على راسه. فبيتهيالي يعني يا كابتن حسام لو مصطفى محمد ربع محترف فيتهيالي ان انت لسه ما حصلتش تمنيه. اما بقى عن ارقامك الكبيره اللي صنعت منك اعظم مهاجم في تاريخ مصر، ودي حقيقه لا ينكرها الا الجاحد، فحضرتك محققها كلها في الدوري المحلي بتاعنا اللي على قد حاله. وبيتهيالي يعني مش واحد من دور عيالك هيعرفك ان المدير الفني دوره يدعم لعيبته مش يهدمها. ومصطفى محمد برغم هبوط مستواه الوقتي الا انه سيظل افضل مهاجم موجود عندك على الساحه حاليا، واظن حضرتك جربته وعيشتنا فتره كبيره قوي في مرحله الاسامه فيصل. فاتمنى يا كابتن حسام زي ما انت لما كنت لاعب ما تحبش مدرب يقول عليك كده، انت كمان كمدرب ما تقولش على لاعب كده. لان بصراحه بعد اللي انت بتقوله ده انا مش مستني اي اضافه يضيفها لي مصطفى محمد في الفتره اللي جايه مع منتخب مصر تحت قيادتك انت. قيادتك انت اللي بصراحه انا واحد من الناس حاسس ان هي مش هتطول، وحاسس كده ان زي ما الكابتن رضا عبد العال قال انت مش مدرب مصر في كاس العالم 2026. لان بصراحه لا اخفي عليك سرا، يعني انا كواحد مصري مشجع لمنتخب مصر كنت بستنى افريقيا عشان اتفرج على منتخب مصر. السنه دي انا خايف من افريقيا، لان بصراحه اللي انا حاسه وربنا يخيب ظني اننا هنبقى الحصان الاسود للبطوله، وكل اللي رايح واللي جاي هيركبنا، وربنا يخيب ظني. وكل التوفيق لمنتخب مصر وليك بما انك مدرب منتخب مصر، واشوف وشكم على خيرة الله. احلى اخوات واحلى متابعين.